السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله بإذن الله نقدم معكم واحد الكيكة عيد الميلاد اللي هي ساهلة وأرخص كيكة من الأنفة صاعدا. دائما غتبقي توجدي لولادك الكيكة عيد الميلاد وحتفلي انت وياهم، والله يجعل أيامنا كاملها حلوة إن شاء الله بإذن الله. إيوا غنبداو دابا إن شاء الله بالكريم. طيب الكريم كنصايبوها في الدار، بسم الله توكلنا على الله. المهم الكريم كنصايبوها في الدار وسهله وبسيطه. غنبداو على بركه الله. هنا عندي 3 ديال البيض ديال البيض ياك، مع واحد القبيصه ديال الملح كيف كتشوفوا. وهنايا غنحتاج واحد الكاسرونه غندير فيها العسل، يعني كتلاحظوا معايا نص كاس ديال العسل. غندير معاه فاني، واحد 6 شياط فاني. صافي دابا غنبداو ان شاء الله. غندير داك العسل في ديك الكاسرونه بحال هكا. راه هاد الكريمه اش غنقول لكم يا البنات، دائما غتوليو توجدوها وغتستعملوها في اي حاجه، وكتجي سبحان الله العظيم كتجي بنينه وسهله ودغيا كتطلع. غير اللي ما بغاش يفرح وليداتو صافي. غنزيد عليهم واحد الفاني، تبعوا غير الطريقه. ايوا هكا، وغنردها دابا فوق البوطه حتى كتغلي وتطلع ليها ديك الكشكيشه ونتلاقاو. دابا غندوز باش نطلع هاد البيض ديال البيض، 3 ديال البيض ديال البيض ياك على هاد الشكل. غنزيد عليهم داك شويه ديال الملح صافي. المهم كيف قلت لكم الكريمه راها ساهله. غندير اعلى درجه صافي، وغنخلي البيض ديالي يتضرب ليا حتى كيطلع، حتى كيولي بحال الثلج. راه دغيا كيوجد كيف قلت لكم. هنا بان ليا بدا كيبيض، يعني الكريمه بدات كتطلع. هنا العسل ها هو عندي ياك، طلعت ليه ديك الكشكيشه. ما حاولوا ما تخلوش العسل يطيب بزاف، هو العسل راه طايب، غير كتطلع ليه ديك الكشكيشه ديالو بحال قلتي كيولي مرخوف، ما بقاش كيكون عاقد ياك. وبالنسبه للعسل ما تخلوش هو سخون وتمشيو تكبوا على البيض، على البيض ديال البيض، فغيسخن لكم البيض وما يطلعش لكم. دونك العسل خصو يبقى دافي، وكتزيدي بمعلقه 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 حتى يطلع لك الكريمه. ها هي كيفاش جات، ها نتوما راه باقي كاع ما بارده. دابا ندخلها للفريغو ان شاء الله ونتلاقاو. غندوزو دابا ان شاء الله للكيكه. كيكه حتى هي راه ساهله وناجحه ما شاء الله وكتطلع يا سلام. هنا عندي شويه ديال الملح، غنقول لكم المقادير وفي نفس الوقت غنخدم ياك. هنا عندي 3 ديال البيضات، واللي لا جينواز راه يمكن ليه يصايبها. انا كندير هذه كتجيني ساهله وناجحه وكتطلع زوينه، يعني كتطلع منفوخه. هنا عندي كاس ديال سنيده. هنا عندي 4 كاس ديال الزيت. هنا عندي كاس ديال الحليب، من طبيعه الحال ندير معلقه ديال الخل. هنا عندي 2 سطاشيات ديال الخميره ديال الحلوه وحده فاني دابا غنستعملها. وهنا عندي الدقيق على حسب الخليط. وهنا غنحتاج 2 معالق ديال الكاكاو. هاد الكاكاو ما كنستغلاش عليه نهائيا، دائما عندي. ايوا صافي غنبداو ان شاء الله على بركه الله. غنخلط هكا اولا غنضرب الخليط ديالي مزيان، تكون اعلى درجه صافي. غنبقى غنزيد بالزيت بشويه بشويه صافي. هنا راه سرعت لكم الفيديو باش ما يجيكمش طويل صافي. دابا غنخلط غير بالخلاط اليدوي. دابا غنزيد داك كاس ديال الحليب، وانا كنضرب هكا. وغنزيد دابا 2 معالق ديال الكاكاو. راه هاد الكيكه كيف قلت لكم راه كتطلع مفششه وكتحط لك 2 طبقات هما هادوك زوينين
صافي غنبدا نخلط. هنا من طبيعه الحال ما يمكنش الكاكاو اولا الشوكولاتة يتخلط ليا، ضروري غنزيد ليه الدقيق كيف قلت لكم على حسب الخليط. غنبقى نزيد بشويه بشويه وانا كنخلط. دابا غنضيف عليهم 2 سطاشيات ديال الخميره ديال الحلوى. وواحد المعلقه ديال الخل. هاد الخل هو اللي كيخلي ديك الكيكه كتكون مشفشه وطالعه. وصافي دابا غنبقى نخلط هكا مزيان. المهم راه الكيكه اي واحد كيعرف كيفاش يطلعها. ها نتوما من بعد ما خلطت الخليط راه كيجيني على هذا الشكل. صافي دابا غنكبو في المول ديالي وندخلو للفران ونتلاقاو. ايوا هذه هي الكيكه من بعد ما طابت وبردات. ها نتوما كيفاش كتجي، راه كتجي ما شاء الله. المهم انا هنا الكيكه درتها غير ديال القياس. غندوزو دابا للشوكولات اللي كنزين به من الفوق. هنا عندي قياس 2 دراهم ديال الشوكولات، واحد المعلقه ديال الزبده صغيره، وربع كاس ديال الحليب. ما مكثراش الحليب بزاف باش تجيني داك الشوكولات يجيني عاقد. صافي غردوا على عافيه مهيله ونتلاقاو. ايوا هذا هو الشوكولات ديالي من بعد ما وجد. راه كيجي ما شاء الله، كيجي خاطر وزوين واخا ما زيده فيه حتى حاجه. هنا الكيكه من بعد ما فرقتها على 2. وها هي الكريمه ديالي من بعد ما خرجتها من الفريغو راها بردات وزادت عقدت. زعما راه هاد الكريم هادي وليت انا كندير هكا ما شاء الله وكنوجد ليهم في الكيكه. كتولي ساهله وغير مكلفه كيف قلت لكم. ارخص كيكه د عيد الميلاد كنشوف انا. ايوا صافي هنا راه كنكثر ليهم ديك الكريمه حيت عزيزه عليهم، وبصراحه كتجي بنينه واخا تشديها تاكلها غير هكاك. دابا من بعد ما عمرت الكيكه فكندير الطبقه الثانيه. واللي با كبر من هاد الكيكه راه يمكن ليه يديرها يضعف غير الكميه، وداكشي كيبقى غير الانسان كيبقى يتفنن كما بغى. صافي كنغطي هاد الجوانب هكايا كلشي بالكريم. ايوا هنايا من بعد ما زينتها كيف تلاحظوا معايا. المهم التزيين كيبقى اختياري، يمكن لك تزيني كما بغيتي. دابا غندير عليه داك الشكلاط كيبقى دافي واحد شويه. المهم هاد الكيكه هادي انا ما ساقياهاش نهائيا حيت تبارك الله ما شاء الله كتجي غير كتفرتت بوحدها، يعني ما كتحتاج تسقيها باي حاجه. ايوا نتوما الشكلاط ديالي كيف قلت لكم يكون دافي غير واحد شويه باش هكا ما حيت كيبرد راه كيتجمع. ايوا صافي كنبقى كندهن هكايا. المهم هاد الكيكه راه ولفوها ليا الولاد ما شاء الله ما تيشبعوش منها. كل مره تيقول لنا ماما وجديها ليا، وكيف قلت لكم سهله واقتصاديه. ايوا نتمنى ان شاء الله تعجبكم، جربوها وردوا عليا.